يا شعب فلسطين بالقدس، كفيش انه اليهود معطينكم الاقصى. انا بحكي لكم اول ما اتخلى عن الجنسيه الاردنيه حتلاقوني واقف على باب السفاره الاسرائيليه بقدم لجوء هجره. والله العظيم اقسم بالله اليهود والله رحت عندهم انبسطت عندهم اكثر من عند العرب. لما ما بشوفش ردة فعل من الشعب الاسرائيلي يبقى هو متواطئ وراضي على المجازر اللي بتحصل. هل توافق على التطبيع مع إسرائيل؟ لا، ليس التطبيع السياسي أو الاقتصادي فهم موجودين. لا في جميع الحالات لا. نحن نتحدث طالما عرفت انه قناة اسرائيلية صراحة انا بنتفض. شوفي سيدي على اذنك ناخذ اذانك الحلقة. اسمع معلش انا اسف يا استاذي. هو من أب أردني وأم فلسطينية. أحمد فودة وأحمد فودة هو شاعر أردني فلسطيني. الشاعر والمخرج أحمد فودة. هو الشاعر الأردني أحمد فودة. سيد أحمد مرحبا بك معنا. اهلا وسهلا بك. بس انا بدي اكون حامل للجواز الاسرائيلي. الله عز وجل بيحكي ان تهدر الكعبة بيت اهون على الله عز وجل من ان يقتل مسلم. وهذا الاشي كمان يطبق على اليهودي والمسيحي يا عمي. انا راح اكون سبب في بيع الاردن، بطرة، العقبة، البحر الميت، عبدون، الشمساني، عمان، كله بده ينباع لليهود وبدي اخذ حقي مصاري. تبيع أرضك، بتبيع عرضك، بتبيع دينك، بتبيع ناسك، بتبيع أصحابك، بتبيع منطقتك، ولك أنت ما إلك أصل. يا الإسرائيليين يستحقون الدولة الأردنية. موطة مش قادر يلعن أمك، ولك أنت واحد حقير. والله العظيم لو مسكتك والله العظيم لتفرفط بين إيدي يا كلب يا حقير. ولك بتبيع ولك فلسطين هاي اشرف دولة في العالم. نو حبيبي نو. احنا ما بنلعبش. تجيب سيرتهم والاردن هذول يعني بلدنا واي دولة عربية يا اخو الشر. دولة حق اسرائيل. موطة لا تجيب سيرتها. روح عند اسرائيل، بدك تروح عند اسرائيل روح يلنا عن ابوك ابن كلب، اطلب اللجوء عندهم ان شاء الله انهم يغزوك غز هناك. يلعن ابوك كلب. سيد أحمد مرحبا بك معنا. اهلا وسهلا بك. بس انا بدي اكون حامل للجواز الاسرائيلي. دولة الاراضي ال 67 احنا ما بنحكي عن قبل 67، احنا بنحكي على مستوطنات ال 67. انت قاعد بتاخذ شيء مش ليك. الامم المتحده بتقول لها مش، بتقول انه مش ليك. كمان الامم المتحده مش عاجبك اللي احنا يعني شو بدي احكي. عصبتوني صراحه. انا معلش اسمحوا لي. انا ارى اسرائيل دولة حق. الديني انا حافظ 23 جزء من القرآن. والله العظيم اليهود اقسم بالله كندرة اوسخ يهودي والله العظيم ما ببدلها بكل الاردن. احنا شعب متحضر، لكن للاسف الاعلام الغربي بينقل انه احنا لسه على جمال وانه انا اسرائيلي وهذا السلام. اهلا وسهلا بك. ألا ترى أنه هناك انقسامات في الجانب الفلسطيني؟ انا واخوي مرات انقسامات، بقعد شهر ما بحكيش معه. مش باسلوبك هذا، الاسلوب طبعا غير حضاري. حتى اسلوبك وبدون انت كمان جايين على مصر بسلاح. والله العظيم يا اخوان ما ارتحت الا عند اليهود. عند العرب زي اكنه شياطين وراكبيتهم. المصلحه العامه، يعني ان كان حماس هدفها المصلحه العامه لفلسطين، هي من وجهه نظرها، وفتح من وجهه نظرها شايف المصلحه العامه بطريق ثاني. واليهود طبعا لما يكون عندهم قوة ضاربة ويشوفوا ناس بتطعن بمواطنينهم بالسكاكين زي هيك ما راح يسكتوا لكم. هذول عندهم أسلحة يعني كلام فاضي. نعم. الثورات العربية طلعت من الشباب العربي. أنا مش مشكلتي أدعمها، الشعب الإسرائيلي يدعم حركات السلام. أنا مش مشكلتي، أنا في أرضي هون وفي الوطن العربي وهي أراضية. أنتوا كشعب إسرائيلي اثبتوا للناس، بينوا للوطن العربي إنه أنتوا يا أخي بدكم سلام. الشعوب تطلع بتقولوا في ديمقراطية. وين ديمقراطية؟ إحنا أثبتنا، الوطن العربي أثبت إنه في ديمقراطية في الوطن العربي. هي الشعوب غيرت القيادات ما شاء الله. طيب أنتوا اثبتوا، مش بدكم أنتوا مش مليتوا من الحروب؟ اطلعوا مظاهرات، قولوا بدنا سلام. احنا ممكن وقتها والله الشعب احنا ماخذين فكره يمكن تكون غلط عن الشعب الاسرائيلي. لما ما بشوفش رده فعل من الشعب الاسرائيلي يبقى هو متواطئ وراضي على المجازر اللي بتحصل.
كيف بدي اعمل معك سلام وانت متواطئ؟ اطلع قول لا احنا نرفض العمليات أليس من حق هذا الشعب أستاذ أحمد؟ معلش مش هقدر معلش أستاذ أحمد. انا معلش عصبي ومعلش هنا بس مش هقدر مش هقدر تعبان حكم بعد المزاولة. مش فاهم يعني احنا قناة مصرية واحنا كنا بس بنعمل معاك كده كلنا علشان مصريين. نبين وطنيتك اللي تجنن دي. ورأيك؟ وانا لا مصري يا راجل وهي مصرية والله العظيم. كلنا والله والله العظيم. يا راجل تعبتني والله العظيم تعبتني حقك عليا انا بس بصراحة. حقك عليا. معلش يا ويلي. بدي اوجه رساله للي اسمه احمد الشهوان، ولك انت واحد اكبر حقير شفته في العالم. تبيع ارضك، بتبيع دينك، بتبيع ناسك، بتبيع اصحابك، بتبيع منطقتك، ولك انت ما لك اصل يا ابن يا ابن الكلب. قالك انا في غل نفسي امسكك اقطعك تقطيع يا اخو الشرموطه، مش قادر. يلعن امك، ولك انت واحد حقير. والله العظيم لو مسكتك والله العظيم لتفرفط بين ايدي يا كلب يا حقير. ولك بتبيع ولك فلسطين هاي اشرف دوله في العالم يا ابن الشرموطه. تجيب سيرتهم والاردن هذول يعني بلدنا واي دوله عربيه يا اخو الشرموطه لا تجيب سيرتها. روح عند اسرائيل، بدك تروح عند اسرائيل روح يلعن ابوك ابن كلب، اطلب اللجوء عندهم ان شاء الله انهم يغزوك غز هناك. يلعن ابوك كلب.